الموضوع ده انا اتكلمت فيه قبل كده وهتكلم فيه تاني، عشان واحده صاحبتي اللي عندها بقى المشكله المره دي. هي كان ليها صديق انتمها جدا جدا واتجوز، فبعد ما اتجوز الموضوع اختلف تماما، ما بقاش يرد عليها زي الاول، ما بقاش يكلمها زي الاول، فهي متضايقه ومستاءه جدا. فانا بصراحه رديت عليها بامانه، قلت لها ما طبيعي، هو الموضوع مش غريب ولا محتاج ان انت تتعجبي قوي كده، لان هو الراجل قبل الجواز غير بعد الجواز، هو مش متجوز كيس جوافه، واللي متجوزه دي ست، يعني مش مخلوق تاني، مش جنس تالت، فاكيد هيبقى طبيعي انها تتضايق ان هو ليه انشيمه صاحبه بنت، يعني طبيعي يعني. والمشكله ان انت لازم تحطي نفسك مكانها، انت ست زيها، لان انت لو مكانها هتتضايقي. قالت لي لا عادي، قلت لها لا لا لا، مش هنضحك على بعض، مش عادي، استحاله مش هتتضايقي لما تتجوزي راجل وعلاقته بصديقته اللي قبل الجواز زي ما هي، اكيد الموضوع هيختلف. قلت لها انا نفس الكلام، كان ليا صديق انتيمي جدا وبعد الجواز الموضوع اختلف، انا لازم يكون عندي سنس، خلاص الراجل اتجوز، يعني لازم احافظ على شعور الست اللي معاه عشان انا ست زيها. فيعني يا جماعه يا بنات يا ستات، يعني حاولوا دايما تحطوا نفسكم مكان الست اللي قدامكم، وما تنتقدوش وانتوا لو مكانها ممكن تعملي انيل منها وتهدي الدنيا عليه وعلى صاحبته واللي جابوهم، فاهدوا على نفسكم بقى، يعني مش معقول جبتولي الضغط. السلام عليكم.